في سنة 1745 ظهر في لندن راجل اسمه الكونت سان جيرمان. الراجل ده إعصار من السطوة والإغواء، كان بيدعي إنه عاش 200 سنة وبيعرف يحول الرصاص لذهب والتراب لألماس. دخل قصور الملوك وسحر عقول النساء والسياسيين بقصص كانت بتبني قصور من الخيال في عقولهم. كان عنده سلطة نفسية بتخلي الملوك يحسوا إنهم قدام كائن مش من الأرض، كائن عنده القدرة إنه يملأ أي فراغ يدخله بهيبة الهدوء، يجبرك إن أنت تسمعه بقلبك قبل ودنك وتصدق الخرافات اللي بيقولها كأن هي حقائق كونيه، كانه مغناطيس بشري بيسحب ارادتك من غير ما يلمسك. كان باختصار سيد الهاله اللي محدش يقدر يقاومها. وفي ليله من ليالي لندن البارده قرر الكونت يضم ضحيه جديده لقائمته، لورد انجليزي فاحش الثراء بس عقله عباره عن عداد حسابات ما بيغلطش. بدا الكونت يمارس فنونه ويتكلم عن رحلاته مع كليوباترا، وابتدى يوصف اكسير الحياه، بس ما كانش بيوصفه كانه دواء او مركب كيميائي. الكونت كان بيقدمه كانه سر الهي هو الوحيد اللي عارفه، بصوت واطي ونبره تخلي الحجر يخلي اللي قدامه يشم ريحه الجنه في كلامه ويشوف احلامه الورديه متجسده قدام عيونه. كان بيلعب ببراعه على الوتر المحرم لكل البشر، الخوف من الفناء. حاول يوعد اللورد ان الزمن هيقف ذليل تحت رجليه وان الجمال والشباب هيدوموا معاه. كان باختصار بيبيع له الابديه. الكونت كان مستني اللورد ده ينبهر يترعش او حتى يطلب منه سر الخلود، بس اللي حصل يا حضره كان عباره عن جنازه لسحر الكونت. اللورد فضل باصص له ببرود قاتل، وفي نص قصه من القصص الاسطوريه بتاعته قطعه وساله سؤال واحد شتت كل ذهن الكونت. قال له الالماس اللي في ايدك ده عيار كام؟ ولو بعتها النهارده في سوق لندن هتجيب كام؟ وسيبك بقى من قصص كليوباترا دي وقول لي انتاج الذهب من الرصاص ده يكلف كام لكل انص؟ في اللحظه دي هاله الكونت سان جيرمان انطفى، وحس لاول مره ان هو مكشوف وانه كان بيبني قصور من الوهم في السماء واللورد هداه بالحسابات. لان الكونت اتعود يلعب على الفراغات والرغبه القديمه عند البشر، انهم يصدقوا ان في حاجه اكبر، في سر، في مخرج من الزمن. لكن اللورد ده مش عايز يخرج من الزمن، هو عايز يحسبه. هنا الكونت اكتشف الحقيقة المرة إن السطوة بتموت لما تخبط في جدار الواقعية الجاف. اهلا بيكم حضرات. القصه دي مش مجرد حكايه قديمه او استعراض ذكاء، ده قلم خفيف بياخده كل اللي فاكر ان الكاريزما سلاح بيكسر اي باب. وفي عالم التلاعب وفي فن الاغواء تحديدا احنا اتعلمنا ازاي القلوب بتلين والعقول بتستسلم، وازاي ممكن تصنع وهم يمشي وراه اللي حواليك، بس ده لما تعرف تلعب على وتر جوه الضحايا. لكن روبرت جرين وهو بيكتب كتاب فن الاغواء وقف ثانيه وسال سؤال تقيل: هو امتى فن الاغواء يفشل؟ هنا احنا قدام منطقة مختلفة في عالم التلاعب وفن الإغواء، لأن أغلب اللي بيدرسوا فن التلاعب بيدرسوه من ناحية واحدة بس، إزاي تشد، إزاي تسيطر، إزاي تأثر. لكن روبرت جرين في كتاب فن الإغواء قرر يكشف عن الشخصيات اللي قدامها كاريزمتها هتترفض والإغواء هيتكسر والسطوة بتتحول لعبء على صاحبها، مش لأنك فاشل في التلاعب، لأن الشخصيات دي بيئة غير صالحة للصيد، بيئة مضادة للسحر أو ناس عندها مناعة نفسية ممكن نسميه خلل عن باقي البشر. وروبرت جرين سمى الناس دي المنيعين ضد الإغواء. الناس دي مش اقوى ولا اذكى ولا واعيين بالالعاب النفسيه، لكن تركيبتهم الداخليه ما فيهاش مساحه يستقر فيها السحر، مفيش ارض خصبه تزرع فيها افكار، مفيش فراغ ولا تعطش نفسي جواهم يخليك تمسك فيه خيط. والذكاء الحقيقي هنا مش انك تحاول تكسبه، الذكاء انك تعرف انهم مش لعبتك، وتفهم ان مش كل حصن يتكسر ومش كل باب لازم يتفتح. ودي فرصه احب اعلن فيها ان انا طيب مش شرير زي ما كل الحضرات افتكروني. والحلقه دي هنشرح ازاي تكون منيع ضد التلاعب. احب استغل الفرصه وافكر الحضرات بالاشتراك في القناه ويشغلوا زر الجرس والمشاركه بكلامكم الجميل في الكومنتات، يعني ما تحسوش ان انا بخاطب صم بكم يعني. وفي اخر الحلقه هعلمك اساليب تقدر تحصن نفسك بيها من اي متلاعب. اول الشخصيات المنيعه ضد الاغواء هو الواقعي بزياده، عدو الخيال وسجان المتعه. اول شخصيه روبرت جرين بيحذرك منها هو الشخص اللي عقله عباره عن آلة حاسبه ومسطره. الشخص ده مفيش في حياته مساحه للرموز والغموض ولا للجمال، هو بيشوف الدنيا عباره عن ابيض واسود في وقت انت محتاج ترسم فيه لوحه من الالوان. المشكله ان الشخص ده اللون بالنسبه له خطيئه او تضييع وقت. النوع ده بيعاني من حاله اسمها الكسيميا او عمل الوان العاطفه. هو حرفيا ما عندوش استقبالات جوه عقله تقدر تترجم نبره صوتك او مشاعرك او الهاله اللي بترسمها لنفسك. والشخص ده مش اعمى عن مشاعرك انت بس، ده اعمى عن مشاعره هو شخصيا. بيبقى مش عارف اللي حاسس بيه ده اعجاب ولا خوف ولا توتر، فبيقرر يجهض الشعور ده فورا ويرجع للمنطق الجاف عشان يطمن. طب ليه ده مضاد للاغواء؟ لان الاغواء في الاساس قايم على الخيال والسطوه. انت بترمي كلمه والطرف اللي قدامك بيبني قصر من الاوهام، انت تسكت وهو يفسر
سكوتك بألف معنى، انت تخلق الحالة وهو يعيش جواها. لكن الواقعي بزيادة ده بيغتال اللحظة بسكينة المنطق الجاف. لو جبت له وردة مش هيشوف فيها رسالة حب، هيشوف فيها نبتة ممكن تدبل بعد يومين او مصاريف على الفاضي. ولو استخدمت معاه لغة العيون هيسألك بكل برود هي عينك فيها حاجة. ولو استخدمت نبرة صوتك بهدوء وغموض هيقولك لا علي صوتك مش سامعك. الشخص ده خطر لانه بيمتص طاقتك، بيحسسك ان كل مجهودك في الشياكة والكلام المرتب هو تفاهة. هو مش شخص عقلاني، هو فقير روحيا. والاغواء محتاج حد عنده جوع للمغامرة، مش شخص شبعان جمود. وانا بقولك اياك تحاول تغوي حد ما عندوش خيال، لانك هتبقى بتعزف سيمفونية لواحد اصم. انت بتهدر فنك وهو مش شايف غير واحد بيحرك ايده في الهواء. تاني شخصية وهو المتشكك. ده بقى حضرة الشخص اللي بيشوف السم جوه العسل. انت ممكن يكون كلامك مرتب، حضورك طاغي، بس الشخص ده دايما هيبص لك بنص عين. المتشكك عنده فلاتر دفاعية بايظة، مش هيشوف لطفك رقي، هيشوفه طعم. لو ضحكت في وشه بدل ما يبتسم لك هتلاقي عقله شغال زي الرادار. هو بيضحك ليه؟ ناوي على ايه؟ اكيد وراه مصلحة. الشخص ده عايش في حالة استنفار دائم، كأنه جندي في خندق مستني ضربة غدر. والنوع ده عدو اللي بتعمله، لان فن الاغواء والسيطرة قائم على التسليم، ان الطرف التاني يغمي عينيه ويسيب نفسه لموجة مشاعرك وسحرك. لكن المتشكك ده واقف على الشط ماسك كشاف عمال يفتش ورا كل كلمة بتقولها، وينبش ورا كل نظرة عين، مرعوب من الضعف. فبيتحول لآلة نقد متحركة بيكسر أي حالة جمالية بتحاول تخلقها. وانت حضرة قيمتك أكبر بكتير ان انت تقعد تبرر نيتك أو تحاول تثبت انك طيب لواحد قلبه مليان سواد وشك. المتشكك رفضه مش ليك انت كشخص، هو رافض الأمان اللي بتحاول تقدمه، لأنه ببساطة مش متعود عليه. هو اتربى في بيئة علمته ان مفيش حد بيدي حاجة مجانية، فبيشوف أي كرم منك انه فخ محكم. مجهودك معاه ملوش اي نتيجه غير انه هيخليك تبان ضعيف ومهزوز، لانك هتلاقي نفسك بتشرح وبتعتذر وبتحاول تبرهن على صدقك، وده ضد كاريزمتك تماما يا حضرة. الصياد المحترف ما بيطاردش فريسه مسمومه بالشك، لانه عارف ان اللحمه دي مش هتشبعه او تاكله، دي هتسمم جسم. المتشكك يا حضرة مكانه مش في دايرتك، مكانه في العزله اللي اختارها لنفسه. ثالث شخصية النرجسي. الشخص اللي مش بيشوف غير ظله، الثقب الأسود لأي طاقة إغواء. أنت متعود إنك بتسحب اللي قدامك لمنطقتك، بس النرجسي أصلا ما بيعرفش يخرج من منطقته. هو عايش في أوضة كلها مرايات، لو بص في عينك مش بيشوف سحرك، هو بيشوف انعكاسه هو في عينك. والإغواء محتاج تفاعل، محتاج شخص يستقبل السحر عشان يردهولك. النرجسي هو مستقبل معطل، بياخد كل الاهتمام اللي بتديهوله كأنه حق مكتسب وضرايب أنت ملزم تدفعها لجلالته. هو مش هيعجب بيك، هو هيعجب بإعجابك انت بيه. وهنا تكمن الخطوره يا حضرة. هو مش شخصيه بس مضاده للاغواء، ده كمان مستنزف للهويه. انت مع الوقت هتلاقي نفسك بتتحول لشحات اهتمام قدام واحد ما بيشبعش. تحاول تعلي سقف ابهارك وتزود جرعه سحرك، وهو ياخد ده كله ويبني عرش لغروره فوق كتافك. لو لقيت حد بيتعامل مع كاريزمتك كانها خدمه عملاء مجانيه، ارفع ايدك من اللعبه فورا. مفيش اي انتصار ممكن تحققه مع شخص شايف ان العالم كله كومبارس وهو البطل الوحيد. انسحب بهيبتك وسيبه يكمل حواراته مع المرايه بتاعته، لان بريقك اغلى من انه يطفي في عتمة انانيته. الشخصية الرابعة الواعظ، ودي شخصية لازم تحترمها قبل ما تخاف منها. الشخص ده مش بالضرورة يكون عدواني، هو عنده مسطرة أخلاقية حديدية ما بيغيرهاش. الشخص ده مبادئه هي درعه، وده بيخليه من أصعب الشخصيات اللي ممكن تمارس عليها فنون الإغواء. والإغواء من وجهة نظر جرين هو محتاج مرونة ومحتاج كسر للقواعد واللعب في منطقة الممنوع والمشوه. لكن العدواني المصلح أو الواعظ هو شخص جامد، عايز يخلي كل التصرفات تمشي على مسطرته هو. لو حد حاول يقول له كلام حلو بيشوفه متلاعب، ولو حد حاول يظهر قوته يشوفه متكبر. بيستخدم الاخلاق والقيم كدرع عشان يحمي نفسه من انه ينجذب لاي حد. كان في قائد في الثوره الفرنسيه اسمه جورج دانتون، كان وزير العدل في بدايه الثوره. الراجل ده كان عنده كاريزما جباره، بيعرف يغوي الجماهير بكلامه ويقنع خصومه بالكلام والهزار والسياسه المرنه. كان مغوي سياسي من الطراز الاول، لكنه اصطدم بصخره اسمها ماكسميليان. كان محامي وقائد برضه في الثوره الفرنسيه، بس كان هدفه مختلف عن دانتون. دانتون حاول بكل ذكائه انه يخليه يلين شويه، حاول يغويه بفكره الاستمتاع بالسلطه او المرونه عشان خاطر بلده. وفي اجتماع بينهم دانتون بدا يستخدم كاريزمته، ضحك وطبطب على كتف ماكسميليان وقال له مفيش حد كامل، لازم نتغاضى عن بعض الاخطاء عشان نعيش. كان عاوز يخليه يتنازل عن بعض مطالب الشعب ويسامح السياسيين اللي كانوا متهمين بالفساد. لكن ماكسميليان بص له ببرود وقال جمله هزت اركان دانتون: المرونه اللي بتسميها ذكاء هي اول خطوات الخيانه. الانسان اللي ملوش مسطره اخلاقيه واحده ملوش امان. ماكسميليان ما حاولش يناقشه، ده حكمه هو كمان. حول كاريزما دانتون لفساد، وحول
بيحول المرونة بتاعته لانحلال. دانتون اللي كان بيحرك آلاف البشر وقف عاجز ومكسور قدام شخص واعظ، دفاعاته محصنة ضد كل أنواع الإغواء، وانتهى الأمر إن الواعظ بعت المغوي للإعدام. وهنا حضرتك أنا جاي أقول لك إن اللي بيشوف العالم أبيض وأسود بس ده شخص فيه قوة ضخمة ويتخاف منه، لأن ده ما بيعرفش يسامح ولا بيعرف ينبهر، شخص ماسح الألوان من قاموسه، آلة حاسبة للأخلاق ودخول دايرته يعني الموافقة على شروطه. وأنا جاي أقول لك إن الصخرة ما بتتشكلش، يا هتكسرها يا تسيبها في حالها، والواعظ ده صخرة في طريق الإغواء، لو اصطدمت بيه أنت اللي هتتفتت، فعدي من جنبه بهدوء. بعد ما شرحنا الاصناف اللي بتبني جدران عازله حوالين نفسها، هقول لك نوع تاني للشخصيات المضاده للاغواء. دول خطرهم مش مواجهتهم ليك، خطرهم من الفراغ اللي جواهم. روبرت جرين في كتابه بيوصفهم ان هم مستنزفين طاقه. لو الانواع الاولى كانت حيطه سد، الانواع دي الثقب الاسود، مهما رميت فيه سحر وكاريزما هيبلعه، مش هيرجع لك منه اي صدى. علم النفس بيسمي التعامل مع الشخصيات دي باستنزاف الانا. انت بتبذل مجهود نفسي وعصبي عشان تلاقي ثغره، وفي الاخر بتخرج مهزوم داخليا. اول الشخصيات دي هو البخيل او سجين الندره. البخيل عند روبرت جرين مش بس اللي بيقفل محفظته، ده الشخص اللي عنده عقليه الندره في كل شيء. بيقول ان في علم النفس البخل هو اضطراب في السيطره. هو بيشوف ان اي كلمه حلوه او وقت بيديهولك او نظره اعجاب هو نقص من ممتلكاته الشخصيه. طب ليه هو مضاد للاغواء؟ لان الاغواء عمليه اعطاء مشاعر، والبخيل دايما في حاله دفاع، خايف يتسحر فيفقد سيطرته على نفسه. بيحسب العائد والمصروف حتى في المشاعر، ولو انت ملك وبتحاول تفرض سيطرتك، البخيل دايما هيحسسك ان انت بتشحت منه رد فعل. وافتكر يا حضرة دايما ان اللي بخيل بايده بخيل برضه بروحه. وما تراهنش على حد بيعد انفاسه، لانه هيحسسك انك حمل عليه مش قيمه مضافه لحياته. البارد عاطفيا، وده ممكن نسميه مقبرة الكاريزما. شخص عبارة عن جثة متحركة بيمتلك قدرة غريبة على إطفاء أي لمعان حواليه. أنت داخل بكامل هيبتك، ذكائك الاجتماعي وكلماتك الموزونة، وبتحاول تخلق حالة من الرنين النفسي أو صدى في عين اللي قدامك، فتصطدم بكتلة من الجليد ما بيخرجش منها أي رد فعل. خطورة الشخص ده مش في قوته، لكن بيجبرك من غير وعي إنك تخرج من وقارك. لما ما تلاقيش رد فعل منه، الأنا بتاعتك بتتهز، فتبدأ تبذل مجهود مضاعف، تعلي نبرة صوتك وتحاول تبهره بزيادة. وفي اللحظة دي بتتحول من ملك مسيطر لبهلوان عمال بيحاول يضحك حد ما بيضحكش. الشخص البارد بيسحبك لمنطقة الاستجداء العاطفي، يوصلك لمرحلة انك بالفعل بتتمنى الاهتمام، وده اكبر كسر لهيبتك. وعلم النفس بيسمي المرحلة دي التسطح العاطفي. يبقى عنده ضعف في الخلايا العصبية المرئتية. الخلايا دي يا حضرة هي اللي مسؤولة عن رادار التعاطف الوجداني، يعني لما بتشوف حد بيضحك او بيتألم، الخلايا دي بتنشط في عقلك كأن انت اللي بتمر بالتجربة. هي دي اللي بتخلق الرنين اللي حكينا عنه. لكن عند البارد عاطفيا، الخلايا دي يا اما معطلة يا اما في حاله خمول. هو بيشوف مشاعرك وسحرك ومجهودك مجرد معلومات جافه، زي ما بيقرا نشره اخبار او تقرير مالي. يشوفك بتضحك يفهم انك سعيد كمعلومه، لكن مش بيحس بصدى الضحكه دي جوه روحه. والاغواء هنا مجرد مغناطيس مع قطعه بلاستيك. مفيش مجال مغناطيسي هيتكون، والمشكله مش في مغناطيسك، المشكله في الماده اللي قدامك. الشخص ده غير قابل للانجذاب لانه اعمى وجدانيا. شخصية الصرصار فوضوي الغرور وقاتل الغموض. الشخص اللي بيعتبره روبرت جرين مشتت الإغواء الأول، لأن الإغواء بيسكن في المساحات المسكوت عنها وفي الغموض اللي بيخلي الناس تتلهف على كلمتك الجاية. لكن الشخصية الصرصارة بيغرقك في تسونامي من التفاصيل التافهة اللي بتدهس أي هالة سحر أنت بتحاول تبنيها. الشخص ده ما بيشوفش غير نفسه، وهو مش مستني ينبهر بيك، وده مش هدف من أهدافه. هو مستني فراغ في كلامك عشان يتكلم وينقد ويتكلم عن بطولاته الوهمية. السيطرة معاه مستحيلة لأنك مستمع إجباري ليه. بيحكوا في التاريخ عن واحد من النبلاء في البلاط الفرنسي حاول بكل قوته انه يتقرب ويغوي مدام بومبادور، عشيقة لويس ال15 واقوى امرأة في وقتها. الراجل ده كان ذكي ومثقف، لكنه كان مصاب بمرض الثرثرة. فاول لقاء بينهم، بدل ما يسيب مساحة ان سحره يشتغل او يظهر غموضه، قعد يحكي ساعة كاملة عن انجازاته في الصيد وعن الخيول بتاعته وآراءه في الفلاسفة. بصت له بملل وقامت سابته في نص الكلام وقالت جملتها الشهيرة: يا له من رجل يمتلك كل شيء يعجب به المرء الا الصمت. الراجل ده خسر نفوذه ومكانته مش لانه غبي، لانه قتل الخيال اللي قدامه من كتر الكلام. علم النفس بيسمي ده الاندفاعيه اللفظيه، وغالبا بتنبع من قلق اجتماعي او نرجسيه هش. هو بيتكلم كتير عشان يداري خوفه انه يكون مش كفايه، او عشان يسيطر على القعده، فيستخدم الكلام كدرع دفاعي عشان ما يسيبش حد يدخل لمنطقته الخاصه او يكتشف فراغه الداخلي. والحقيقه ان اللي ملوش لجام على لسانه ملوش هيبه وسط الناس.
الشخصية الوحشية فقير الخيال ومندفع الغريزة، ده مش بالضرورة يكون عنيف جسديا لكنه قليل الصبر وقليل الخيال. الإغواء والسيطرة هم فنون المسافات ولعب الأدوار، لكن الشخصية الوحشية عايز يوصل للنهاية من غير ما يمر بالطريق، بيؤمن بالهجوم المباشر والضغط وما بيفهمش لغة الإشارات. خطورة الوحشي إنه بيحرق المراحل وشخص بيفتقر للرقي. لو حاولت تمارس عليه فنونك هيحسسك إنك بتضيع وقت، بيتعامل مع العلاقات كأن هي صفقة سريعة أو معركة قصيرة. والسيطرة الحياة بتقولك إنك ما تسمحش لشخص غليظ زي ده إن يكسر إيقاعك الساحر بجموده واندفاعه. علم النفس بيصنف الشخصية دي إن عنده ضعف في تأجيل الإشباع، هو مسير بغرائزه اللحظية وما عندوش الذكاء الاجتماعي اللي يخليه يستمتع بعملية الإغواء نفسها. ببساطة أعمى وظيفيا عن الجماليات، وعقله ما بيعرفش يترجم الرموز. وأنا حضرت بقولك إياك تلاعب الطور في ملعبه، هو ما عندوش غير القرون وأنت عندك العقل، ودي معركة خسرانة من البداية. المتذمر هو مغناطيس النكد وسالب الطاقة. الشخص ده اللي روبرت جرين بيعتبره سم قاتل لأي كاريزما. المتذمر هو الشخص اللي حول المعاناة لبطولة، فانت مهما كنت مشرك وحضورك طاغي هو هيرد عليك بآهات وشكوى من الزمن والناس والحظ، بيسحبك للقاع ويستخدم الابتزاز العاطفي كدرع ضد سحرك. ولو حاولت تبهره يحسسك انك سطحي مش حاسس بآلامه، يمتص هيبتك ويحولها لذنب جواك كأنك مجرم لمجرد انك شخص ناجح او سعيد. والسطوة انك تحمي هالتك من دخان شكوى المتواصل. الشخص ده هو برمج عقله انه يفضل عاجز عشان يهرب من المسؤوليه. اختار دور الضحيه كآلية دفاعيه ذكيه جدا، لانه بالضعف ده بيجبرك تهتم بيه وبيبتزك عاطفيا عشان تحس بالذنب لو قررت تسيبه او حتى انك تظهر نجاحك قدامه. السيطره عند الشخصيه دي مستحيله لان الايجو عند المتذمر متضخمه جدا، بس متضخمه في منطقه الالم. هو اناني لدرجه انه مش شايف الايجو والانا بتاعتك انت، ولا شايف مجهودك ولا منبهر بسحرك، هو شايف بس جرحه. الشخص ده بيبحث عن مخلص يشيل هو شيلته، واول ما تقبل تلعب دور المخلص انت كده سلمت رقبتك وفقدت صفتك كملك مسيطر وبقيت خادم لآلامه. قانون السطوة هنا بيقولك ما تخلطش سموم الآخرين بدمك. التعامل مع المتذمر هو انتحار برستيج، وانت يا حضرة مش فاتح حياتك للمشاعر الضايعة، انت بتبني امبراطورية من الهيبة. والملك اللي يسمح لنداب انه يقعد جنبه على العرش بيخسر احترام رعيته قبل ما يخسر احترام نفسه. الخجول والأنانية المقنعة بارتباك. جرين بيشرح الشخص الخجول باستفاضة كفخ للهيبة، وبيقول إن الخجل في مستواه الطبيعي ممكن يبقى جذاب، لكن الخجول هو شخص مسجون جوه مرايته الشخصية، بيبقى مرعوب من صورته في عينك. الشخص ده بيخليك تنهج عشان تطلع منه كلمة. والإغواء محتاج تفاعل، لكن الخجول ده حيطة سد. خطر التعامل معاه إنك بتفقد وقارك وإنت بتحاول تطمنه، بتتحول من شخص مسيطر لمربي أطفال. في اللحظة اللي بتنزل فيها المستوى الطبطبة سحرك بيتبخر. علم النفس بيحلل الخجل المفرط ده كنوع من الوعي الذاتي المرضي. الشخص ده عمره ما يكون مشغول بيك، هو مشغول بمراقبة نفسه تحت الميكروسكوب. عقله عبارة عن محكمة شغالة 24 ساعة. يا ترى شكلي غبي؟ يا ترى الكلمة اللي قلتها غلط؟ نقدر نقول عليه حرفيا مغلق وجدانيا، وأي محاولة منك لإبهاره أو إنك تزود جرعة الكاريزما عشان تبهره بتجيب نتيجة عكسية. الإبهار الزيادة بيخليه ينكمش أكتر، كأنك بتسلط كشاف نور في عين واحد كان قاعد في الضلمة، بدل ما يشوفك هيغمض عينه ويجري. ودلوقتي احنا اتكلمنا كتير عن ازاي تسيطر وازاي تغوي ومين الناس اللي تبعد عنهم عشان توفر طاقتك، بس في حقيقة مرعبة روبرت جرين بيخبيها بين السطور، ان اكبر ثغرة ممكن تتكسر منها هي ايمانك انك مسيطر. ايوه حضرة، علم النفس بيقول ان المغوي المحترف ما بيصطادش الضعيف، هو بيصطاد الشخص اللي فاكر نفسه ملك، لان غرورك وقوتك هم اللي بيخلوك تفتح ابوابك وتسترخي. فجأة تلاقي نفسك بقيت هدف لواحد اذكى منك. اذكى مننا؟ انت اتجننت يا عم، مذاكر نفس القواعد اللي انت مذاكرها بس بيلعبها عليك بصمت. هنا بننتقل من مرحلة الهجوم لمرحلة الحصانة السيادية. الدفاع مش انك تجري، الدفاع انك تتعلم ازاي تلبس درع السطوة عشان ما تبقاش مجرد صياد وقع في فخ صياد تاني. هقولك دلوقتي على اهم اساليب الدفاع اللي ذكرها جرين. روبرت جرين بيرسم اول قاعدة في الدفاع وهي ابطال السحر بالوعي. في مبدأ في علم النفس بيقول انك تسمي كل حاجة بمسمياتها. تخيل انك قاعد بتتفرج على عرض سحر في المسرح ومستمتع جدا، وفجأة عينك لمحت الخيط اللي الساحر بيحرك بيه العروس. في اللحظة دي الانبهار مات والساحر اتحول في عينك لشخص بيمثل. ده بالظبط اللي لازم تعمله اول ما تقعد مع حد وتحس بسحب غريب ناحيته، يعني يمدحك بشكل ذكي ويختفي فجأة عشان يشغل بالك، او بيذكر نقاط قوتك عشان يخليك تسترخي. هنا لازم عين الصقر اللي جواك تشتغل. خلي بالكوا الكلام ده لو طلع برانا هنروح في داهية. بص له من بعيد وسمي اللي بيعمله في سرك. مثلا قول هو دلوقتي بيستخدم تكنيك الشد والجذب، دلوقتي بيحاول يصير فضولي بالسكوت. ومجرد ما وصفت حركاته بمسمياتها التقنية انت سحبت منه السيطرة. هو فاكر انه بيأثر في مشاعرك، لكن الحقيقة
انه بقى حالة دراسية تحت مجهر عقلك. القاعدة التانية هي كسر الإيقاع. المغوي المحترف يا حضرة بيعتمد على حاجة اسمها التكيف التوقعي، يعني هو بيرسم لك سكة معينة بيمشيك فيها بخطوات مدروسة، يقرب خطوة تستجيب انت، يلمس وتر معين تطلع انت النغمة اللي هو عايزها. هو شغال على إيقاع انه ينيم دفاعاتك المغناطيسية بالتدريج. وهنا روبرت جرين بيقول لك اكسر الإيقاع تملك اللعب. الدفاع هنا مش انك تصده، الدفاع انك تعمل موقف غير متوقع تنسف كل حساباته. هو متوقع مثلا ان انت تنجذب لمدحه، خليك بارد ومحايد، بدأ ينسحب عشان يخليك تجري وراه، انسحب انت كمان واختفي. لما بتكسر الريتم اللي هو بناه انت بتعمل حاجه لعقله اسمها تشتت معرفي. في اللحظه دي المغوي بيفقد توازنه، بيبدا يسال نفسه هو انا غلطت في ايه؟ وبدل ما كان هو الشخص اللي بيقود التلاعب بيتحول لشخص بيرمم خطته اللي باظت، وفجاه تلاقي الخيوط اتنقلت لايدك انت. القاعده الثالثه العزل العاطفي، ودي تعتبر الضربه القاضيه لاي محاوله تلاعب. اي سلوك بشري محتاج تعزيز عشان يستمر. يعني المغوي بيبذل مجهود ومستني مكافاه، المكافاه دي ممكن تكون نظره اعجاب، ارتباك في صوتك، او حتى غضب وعتاب. روبرت جرين هنا بيقول لك احرمه من المكافاه ينهار الهجوم. استخدم معاه البرود الاستراتيجي. لما يرمي كلمه مسمومه عشان يثير غيرتك بص له بمنتهى الهدوء كانك ما سمعتش حاجه. ولما يحاول يبهرك بعظمه وهميه ارفع حواجبك ببرود وكمل كلامك في موضوع تاني خالص. لما بتمنع عنه رده الفعل انت اكنك منعت الاكسجين عن النار. هو هيحس ان سلاحه بقى خرده ملوش قيمه، وده اصعب شعور ممكن يواجهه شخص متعود انه يسيطر على اللي قدامه. انت مش بس حصنت نفسك، انت صغرت حجمه قدام نفسه. القاعده الرابعه تحليل الثغره. روبرت جرين بيقول هنا ان مستحيل حد يغويك الا لو انت اللي اديته المفتاح. في علم النفس الاغواء هو مش سحر خارجي، هو استجابه داخليه. الشخص المتلاعب عامل زي الحرامي بالظبط، بيلف حوالين بيتك عشان يدور على شباك انت نسيت تقفله. الشباك ده هو اللي بيكون الثغره، والثغره ممكن تكون احتياجك للتقدير او غرورك اللي محتاج حد يغذيه بكلمتين مدح. الدفاع هنا بيبدا من الاستغناء السيادي، انك تتعرف على ثغراتك وتعرف تسدها بنفسك. وهنا حضرتك هتبقى اتجننت عشان هتقعد تمدح في نفسك. لكن لو انت شبعان تقدير محدش يقدر يشتريك بكلمه مدح. لو انت متصالح مع وحدتك محدش يقدر يهددك بالانسحاب. لما تسد الشباك المفتوح ده المتلاعب هيلف حواليك 100 مره وهيرجع مهزوم لانه مش لاقي ثغره يمسكك منها. القاعده الخامسه فن المرآة العاكسه. ركز معايا حضرتك في اعلى ليفل من الدفاع، انك تحول دفاعك لهجوم مضاد من غير ما تبذل مجهود. روبرت جرين هنا بيعلمك تكنيك المرايه. لما تحس ان في شخص تقيل بيمارس عليك فنون الاغواء ما تصدش، اعكس. هو بيستخدم معاك الغموض، رد عليه بغموض انت كمان، جننوا مع بعض. يا ترى هو فاهم انا بعمل ايه؟ بيحاول يخليك تشك في نفسك بكلمه مبطنه. ارمي له جمله تخليه يراجع حساباته في قدرته على التاثير. انت هنا بتحوله من صياد لفريسه محاصره بافعالها. وانا هنا علمتك ازاي تمتلك نفسك قبل ما تطمح لامتلاك الاخرين. والحقيقه اللي لازم تمشي بيها النهارده ان العالم عباره عن سوق كبير للمؤثرات، كله بيحاول يغويك وكله بيحاول يشدك لمنطقته. بس السطوه الحقيقيه يا حضرة مش انك تكون الاعلى صوت، لكن في انك تكون الاعمق صمت. القوه ان محدش يقدر يسيطر عليك. افتكر دايما ان كاريزمتك هي النور، بس النور محتاج درع يحميه من الرياح اللي حكينا عنها، رياح الواعظ اللي عايز يكسر روحك ورياح البارد اللي عايز يطفي شعلتك. خليك جبل قمته بتلمس السحاب وكله بيبص له باعجاب، بس جذوره ثابته في ارض الواقع ومحدش يقدر يهزك مهما كانت العاصفه. وتنويه يا حضرات كتب التلاعب النفسي اللي بشرحها مش الهدف منها نهائي انك تمارسها على الناس، لكن من باب زياده معلوماتك عشان تحصن نفسك منها وتبقى فاهم وبس. اتفضل يا حضرتك على العاصمه.